في الحلقة الماضية تسلم الإخوة بوريكات تعويض 10 ملايين فرنك فرنسي. في هذه الحلقة سيحكي مدحت بوريكات تفاصيل نشره لمذكراته، ويختم هذه الحلقة بقصة تعرف أخيه علي بهشام المنظري، هذا الرجل اللغز، وكأن قدر إخوة بوريكات أن يتعرفوا على رجال من عالم الألغاز. يقول مدحت: في حوالي سنة 1993 انتهيت من تأليف كتاب السيرة الذاتية مور فيفون ميت حي، لأفاجأ بأن العديد من دور النشر الفرنسية ترفض نشره بسبب عدد من المضامين. في البداية التقيت بطبيب فرنسي له مؤلفات في المجال الطبي ويهتم بجمع التحف، وكان على علاقة بالعائلة الملكية، إذ أنه درس مع الأمير مولاي عبد الله في المدرسة الفرنسية الشهيرة المعروفة بإيكول دي روش. وقد بعثني هذا الطبيب إلى دار نشر في باريس، فاتصلت بالناشر وسلمته المخطوط، واتفقنا على أن يتصل بي بعد قراءته. بعد مدة قصدت دار النشر، فسلمتني السكرتيرة المسودة وهي تقول: كتابك لا ينسجم مع نوعية ومجاميع الكتب التي ننشرها. هذا هو السبب الذي قدمته إلي السكرتيرة. وعندما أخبرت الطبيب بذلك قال لي: انظر، الناشر تحفظ على نشر كتابك لأنه على علاقة متميزة بالعائلة الملكية وله مصالح معها. ضربت عنه صفحا وبدأت الاتصال بكبريات دور النشر الفرنسية، لكنني كنت أفاجأ في كل مرة باعتذارها إلي بعد قراءتها للكتاب. وفي النهاية أيقنت بأن نشر الكتاب أصبح أمرا مستحيلا ما دام الحسن الثاني على قيد الحياة. لذلك لم ينشر الكتاب إلا في سنة 2000 لدى دار النشر بيغاماليون، ولم تكن الأمور بالسهولة التي توقعتها. بعد موت الحسن الثاني في يوليوز 1999 قصدت دار النشر بيغاماليون وقدمت إلى ناشرها الكتاب، فأعطاه إلى لجنة القراءات التابعة لمؤسسته. وبعد قراءة الكتاب دعاني الناشر إلى اجتماع كان مصحوبا فيه بأعضاء لجنة القراءة، وعندما قال: أنا مستعد لنشر كتابك إذا وافقت على حذف العديد من الفقرات الحساسة منه، طلب مني أن أحذف الفقرات المتعلقة برجال العصابة القذرة الثلاث الفرنسيين المتورطين في اختطاف واغتيال المهدي بن بركة، والذين كنا قد التقينا بهم أثناء سجننا في المعتقل السري النقطة الثابتة بإف 3. فحكوا لنا أن رأس المهدي بن بركة مدفون هناك قبل أن تتم تصفيتهم بدورهم ودفنهم في بإف 3. لم أفهم لماذا يطلب مني ناشر فرنسي أن أحذف من الكتاب حكاية مر عليها أزيد من 30 سنة. لقد كان ناشر بيغاماليون يمينيا، وفي الغالب كانت له بدوره مصالح مع المغرب. يعني هذا أن قضية بن بركة ما زالت خطا أحمر حتى في فرنسا بلد الحريات. تم الاتفاق في النهاية مع ناشر بيغاماليون بأن وافقت على شروط الناشر وحذفت الفقرات التي طلب مني حذفها. لقد حذفت ثلث الكتاب. أهم المضامين التي حذفتها بالإضافة إلى حكاية رجال العصابة القذرة الثلاث المتورطين في اختطاف واغتيال بن بركة. حذفت أهم ما كان يتضمنه الكتاب فيما يتعلق بأسرار القصور الملكية التي عشتها ورأيتها كما عاشها والدي وإخوتي، كما أنني استغنيت عن تفاصيل حكاية لقائنا برجال العصابة القذرة الثلاث بعد أن اشترط علي الناشر حذف الأسماء والتفاصيل المهمة عن تصفيتهم. خضعت لهذه الشروط القاسية لأنني ضقت ذرعا باحتفاظي طويلا بالكتاب، وكانت بي رغبة شديدة
لإخراجه، وبعد صدوره بدأت معركة أخرى من التضليل وضرب جدار من الصمت عليه، حيث رفضت أغلب وسائل الإعلام الفرنسية المملوكة طبعا للوبيات المالية أن تخصه بما يستحقه من تغطية إعلامية، باستثناء القناة الإخبارية المعروفة LCI التي استضافتني لغرض آخر غير صدور الكتاب. في البداية تم استدعائي على أساس مناقشة الكتاب لمدة 25 دقيقة في أحد البرامج التي كان ينشطها المذيع الفرنسي ذو الأصول الإسبانية دافيد بوجاداس، لكنني اكتشفت أن غرض القناة والمنشط هو معرفة مبلغ التعويض الذي تسلمناه من طرف الحسن الثاني. وعندما تم إدخالي إلى قاعة المكياج وجدت فاطمة الشنة زوجة أفقير تجلس إلى كرسي مكياج بجانبي. علقوا بسترتين الميكروفون ودخلنا إلى البلاطو أنا وفاطمة أفقير. على البلاطو وجدت المنشط يضع كتابي جانبا بشكل لا يمكن معه للكاميرا أن تركز عليه. التفت دافيد بوجيداس إلى فاطمة أفقير وسألها عن زوجها، فبدأت تتحدث عنه كبطل. وعندما أعطاني الكلمة قلت إنني أفرق بين المأساة التي تعرضت لها عائلة أفقير، والتي أعتبرها من أسوأ المآسي التي عرفها عهد الحسن الثاني، وبين أفقير الدموي الذي أسس الكاب واحد وتسبب في قتل المعارضين. أزعج حديثي إدارة القناة ومنشط البرنامج، خصوصا بعدما انخرطت السيدة أفقير في البكاء، فقاطعني المنشط وعرج على موضوع آخر خارج ما كان متوقع الحديث فيه. سألني عن التعويض المالي قائلا: تحدث لنا عن مبلغ 10 ملايين فرنك فرنسي الذي تلقيتموه من الحسن الثاني. فأجبته بانفعال وعلى الفور: إن كنت تتوفر على هذا المبلغ فسلمني إياه، لقد استدعيت للحديث عن كتابي حديث الصدور، فإذا بي أجد المنشط يسألني عن أفقير وعن التعويضات. عندما أجبت دافيد بجاداس بتلك الطريقة تلقى إشارة لقطع الحلقة فأوقفها قبل موعد نهايتها. قدر الإخوة بوريكات في الأخير أن يلتقوا مع أشخاص غامضين. نشأت في بداية الألفية الثالثة علاقة بين شقيقي علي وهشام المنظري. دائما نجد أنفسنا في علاقة مع أشخاص غير عاديين. علي لم يسعى إلى التعرف على المنظري، كل ما حصل هو أن محاميا أمريكيا اتصل به ذات يوم ليخبره بأن مستشارا للحسن الثاني موقوف في ميامي بعد متابعته في قضية أموال مزورة، وأن ذلك المستشار يعرف حكاية اعتقالنا في المغرب. ثم سأل ذلك الشخص علي ما إن كان بإمكانه تقديم شهادة أمام هيئة الهجرة في ملف المستشار وزوجته وطفلهما، فأجابه علي بأن لا مانع لديه مبدئيا. وبالفعل تلقى علي دعوة إلى ميامي وقدم شهادته حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب وحول المضايقات التي يتعرض لها المعارضون لنظام الحكم. بعدها سأل محامي المستشار الموقوف شقيق علي عما إن كان يريد مقابلته، فلم يمانع في ذلك، وهكذا التقى بهشام المنظري وتعارفا. وعندما رأى علي أن المنظري لا يزال شابا يافعا التفت إلى محاميه وقال: هذا لا يمكن أن يكون مستشارا لملك المغرب. الحسن الثاني لا يمكن أن يستشير شابا بالكاد أتم 30 سنة من عمره. حينما جلسنا وحدنا وسألت المنظري عن عمله تحديدا، أخبرني بأنه كان يشتغل إلى جانب الحاج المذيوري الحارس الشخصي للحسن الثاني، لكن بما أن المنظري سبق أن ادعى كذبا أنه كان مستشارا للملك في القضية التي يتابع فيها، فإنه لم يعد بوسعه تكذيب ادعاءاته الأولى. بعد ذلك التقى شقيقي علي بزوجة المنظري، فوجد نفسه في موقف حرج عندما أخبرته أنها ابنة الحاج سلام. الحاج سلام هذا كان من محيط محمد الخامس، واستمر على ذلك الحال في عهد الحسن الثاني، لكن كان من الأشخاص الذين ينظمون الحفلات وسهرات موسيقى الآلة في جلسات الملك، كما كان يرافق محمد الخامس في خرجاته. وبعد أن توفي محمد الخامس تزوج
الحاج سلام ورزق بابن ذكر، صار لاحقا قبطانا في الدرك الملكي. وقد تزوج هذا القبطان من امرأة توفيت أثناء وضع طفلتها التي عاشت، وحملت من الأسماء حياة، والتي ستتزوج من هشام المنظري حين تصبح شابة في سن الزواج. أما الأم المتوفاة فلم تكن سوى شقيقة فريدة الشرقاوي، المرأة النافذة داخل القصر الملكي والمقربة جدا من الحسن الثاني. كان المنظري يصر على القول بأن فريدة الشرقاوي هي والدته الحقيقية، بمعنى أنه مزوج بنت خالته. والحقيقة أن المنظري كان يكذب طيلة الوقت وفي كل المواضع. لقد وصل به الأمر حد الادعاء بأنه ابن الحسن الثاني، والدته هي نجاة الفشتالي. لنعود إلى موضوع علاقة شقيق علي بزوجة المنظري، حياة الفيلالي المدغري. بعد ما توفيت أم زوجة المنظري أثناء وضع ابنتها حياة، قامت الخالة فريدة الشرقاوي بتربية حياة. صحيح أن الأخيرة لم تتربى في دار المخزن، لكن الحسن الثاني قربها من المحيط الملكي بحيث درست مع الأميرة لالا حسنة. وعندما صارت في سن 20، وبما أنها لم تكن متفوقة في دراستها، فقد عينها الحسن الثاني في مكتب الأعمال الاجتماعية. وفي هذه المرحلة التقى بها هشام المنظري، الذي ما إن سمعها تردد أنها الابن المتبناه للحسن الثاني حتى أصبح لصيقا بها. كان هشام المنظري حينها يجوب شوارع الرباط على متن سيارة من نوع فيراري، بعد أن اعتقل على ذمة قضية مخدرات والده في العاصمة الإماراتية دبي، حيث كان يملك فندقا سيتم تجريده منه. وبعد اعتقال زوجها ستؤسس نجاة الفشتالي بشراكة مع الجنرال العنيقري فندقا في أكادير. طلب هشام المنظري من شقيق علي عندما التقيا في ميامي. كان هشام متابعا في قضية تزوير للعملة البحرينية، وكان قد رفع دعوى ضد نائب الرئيس الأمريكي وضد وزير الخارجية الأمريكي وضد وزير العدل وعدد من الشخصيات السياسية البارزة في أمريكا، وضد الملك أيضا، وضد وزير الداخلية الفرنسي، لأن المنظري يملك معطيات ووثائق عن الأموال اللا قانونية التي كانت هذه الشخصيات تستعملها خلال الانتخابات. لكن فيما بعد لم يعد المنظري قادرا على دفع أتعاب المحامين. من ناحية أخرى فهشام المنظري قام بنسخ عدد من الوثائق المهمة داخل مكتب الحسن الثاني وسلمها إلى الجزائريين. وقد كتب شقيقي رسالة في الموضوع إلى الملك محمد السادس. كالعادة لم يتوصل بأي رد من الديوان الملكي. قال للملك في هذه الرسالة بأنه قد دام شهادة في قضية هشام المنظري، لكنه حين اكتشف أن المنظري يبيع الجزائريين أسرار تخص الدولة المغربية ابتعد عنه، وأنه شقيق علي لا يمكن أن يتآمر على المغرب. وأضاف: أنا وشقيقي أبا يزيد ومدحت وعائلتي لم نكن يوما خائنين ولا أعداء للمغرب، ولا سبق أن تآمرنا مع أحد ضد مصلحة المغرب الذي هو بلد والدتنا ووطن والدتنا. التقى شقيقي علي بالمنظري عدة مرات ودفع أتعاب محامي فرنسي كان يؤازره. ثم إن شقيقي كان قد نصح هشام بأنه من الأحسن له هو أن يقبل الترحيل إلى فرنسا، فقد كانت لديه علاقة بعمدة مدينة فرنسية. أصبح لاحقا وزيرا للميزانية ثم وزيرا للداخلية. وبالفعل فعندما عاد المنظر إلى فرنسا مكنه ساركوزي من حراسة أمنية مرافقة له، لكنه عندما أخل بوعوده بأن يمد الفرنسيين بعدد من الوثائق السرية تخلى عنه ساركوزي وجرده حتى من حراس الأمن. انتهت مذكرات الإخوة بوريكات، وحتما لن تنتهي الأسئلة من أجل الوصول إلى الحقيقة، والحقيقة في الصراع السياسي شبه مستحيلة لأن الروايات متعددة وزوايا النظر مختلفة. لكن هذه المذكرات تساعدنا على فهم النظام السياسي المغربي، وهذا ما سأخصص له حلقة في الموعد المقبل. ونلتقي بعدها مع أسرار وزارة إدريس البصري وزارة الداخلية يحكيها مستشاره الحسن بروكسي الذي توفي قبل أشهر رحمه الله، وفي أمان الله.